بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة علي سمك. درس النهاردة عن كيفية إنشاء تدوق الدرس اللي قبل ده كان عن كيفية إنشاء مدونة. قبل ما نتوجه للشرح، الرجاء الضغط على زر السبسكرايب أو الاشتراك ليصلك كل ما هو جديد بالقناة. كل اللي احنا هنعمله، هنروح للمدونة بتاعتنا. بعد كده زي ما انتم شايفين المدونة قدامكم. بعد كده هنختار مشاركة جديدة لكتابة مقال أو أي حاجة. بعد كده هننتظر التحميل. ومن خلال اليوتيوب والبلوجر ممكن تعمل تكسب من وراه ذهب وتكسب من وراه فلوس كتيرة. أول حاجة زي ما انتم شايفين قدامكم كده، المشاركة دي معناها يعني عنوان المقال أو عنوان التدوينة. تكتب أي حاجة، مثلا هكتب معرفة إنشاء تدوينة على بلوجر. ده هيبقى اسم التدوينة يعني، زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هتلاقوا هنا الكتابة جاية لكم من الشمال لليمين. لا، هنحولها من اليمين للشمال من الأداة اللي قدامكم. هنا الأداة دي ل... يعني لشكل الخط بالإنجليزي، تختار براحتك. هنا تكبير أو تصغير الخط، أنا هعمله كبير علشان يبقى واضح وظاهر كده. بعد هنا دي ملهاش، سيبها كده عادي زي ما انتوا شايفين كده الحاجات دي. هنا مثلا ايه البي، يعني خط البولت مثلا الكلمات المفتاحية مثلا. وانت بتكتب المقال هتلاقي معرفة انشاء تدوينة على مدونتك على بلوجر، تعمل لها بولت. دي يعني لكل اللي عارفين الكلمات المفتاحية بتظهر معاه اي حد بيبحث عن الكلمات دي. وبعد كده هنا لون الخط. هنا بقى الارتباط دي هنرجع لها في حاجة. هنا ادراج صورة، يعني ممكن تحمل صورة من على الجهاز على التدوينة مثلا لو عايز مثلا تعمل كيفية. هوضحها لكم دلوقتي. على سبيل المثال انا مثلا عايز اعمل لمشاهدة فيديو معرفة انشاء تدوينة ناجحة. اضغط هنا مثلا، ومن هنا كده هنعرف معنى كلمة الارتباط. نكتبه هنا. بعد كده مثلا هنحدد هنا بأي لون علشان يبقى شكلها حلو. مثلا هعمله بالأحمر. بعد كده أعمل الارتباط. وهنا بقى هيبقى اسم الكلمة هنا. وهنكتب هنا عنوان مثلا اليوتيوب، فيديو اليوتيوب اللي هو لمعرفة إنشاء تدوينة. تكتبه هنا. مجرد ما اللي بيجي يدخل يتفرج على المقال، أول ما يضغط على كلمة هنا هيتحول مباشرة على الفيديو بتاعك اللي على اليوتيوب اللي هو إنشاء تدوينة. ودي الارتباط. ماشي. هنا بعد كده ادراج صورة او ادراج فيديو براحتك. ممكن تنزل فيديو عليها، بس مش بيفضل يعني انت تعمل زي ما انا قلت لك عليها هنا ديت، علشان ده حتى انت لو عندك قناة على اليوتيوب تنقل معاك في المشاهدات. ماشي. هنا مثلا هجيب صورة، اي صورة بس تجارب دلوقتي. مثلا هختار الصورة دي وهنتظرها شوية كده تحمل. وبكده تكون حملت الصورة. ما هي بس عشان في الاول كبيرة كده، بعد كده هي هتصغر لروحها من غير اي حاجة. هنا برضو عندك امكانية تكبير وتصغير. لو ضغطت على الصورة كده هتلاقي هنا في الجنب امكانية تكبير والتصغير. وهنا بقى احنا عايزين نتكلم في حاجة مهمة، اللي هو احنا عايزين خصائص الصورة. احنا هنكتب مثلا ايه خصائص الصورة
الصورة دي نكتبها هي معرفة إنشاء تدوينة على بلوجر. ناخد العنوان نحطه هنا. ليه بقى؟ نكتب النص الأول هو النص البديل عادي، ناخده كوبي بس ونضغط موافق. الحاجة دي بتميزنا فيه مثلا لما واحد بيروح يبحث في محرك البحث جوجل، لما يكتب في محرك البحث جوجل معرفة إنشاء تدوينة وبتجيله صور كده، اقتراحات زي ما انتم هتشوفوا كده، أو هو بيضغط على الصور. مثلا هنكتب هنا في محرك البحث زي ما قلت لكم معرفة إنشاء تدوينة نجاحها على بلوجر. هنا ممكن يظهر عناصر مقترحة أو صور مقترحة، أو هو ممكن يدخل على الصور ومن خلال الصور دي بتظهر مثلا، ممكن تظهر صورتك، الصورة اللي انت عفوا الصورة اللي انت نزلتها يعني على المدونة بتاعتك أو في التدوينة. ودي من الاشياء الحلوه ومن الاشياء المميزه اللي بتعمل نقله معاك في التدوينه. ماشي. ممكن تلاقيها في الصور دي بس مش دلوقتي علشان دي صور قديمه وكده يعني، فدي بتاخد المرتبه الاولى. نرجع بقى لدرسنا تاني. وما لناش دعوه بقى بالباقي. مثلا احنا كده عملنا انشأنا الصوره، عملنا كل حاجه، انت تكتب المقال براحتك. هنا بقى التسميات مثلا انت ايه، زي ما انتم شايفين معايا كده. انا هخش على المدونة الخاصة بيه اللي هي المحترف للمعلوميات. بس علشان انا مش هتظهر دلوقتي علشان انا مش نزلت قالب للمدونة، فمش بتحدد كده كل حاجة. من خصائص التسميات ديت مثلا ايه، ان انت بتعمل كل ملف لنفس، كل مجلد لروحه يعني، لروحه مثلا يعني. حاجات خاصة بالاندرويد، يعني انت عامل برامج للاندرويد بتنزل في مجلد الاندرويد. مجرد ما هو بيخش عندك بتبقى فيه عناصر مقترحة مثلا الاندرويد، كمبيوتر، ملفات خاصة بجوجل، بيضغط عليها وبيعرف بقى المقالات. مثلا هكتب هنا مثلا ايه، آه، جوجل يعني، مع جوجل علشان ده تبع جوجل مثلا. جوجل. بعد كده اما اول ما ننشئ بجوجل، لو جيت تعمل تدوينة تاني لجوجل لمعرفة تخصص جوجل، فهتلاقيها مقترحة تحت عندك كده، فتضغط عليها من غير ما تنشئ. هنا الجدول الزمني او التاريخ بيعمله تلقائيا. بعد كده الرابط ثابت، ودي اهم حاجة في التدوينة. نعمل رابط متخصص. ليه بقى؟ هنكتب في الرابط ده مثلا ايه الموضوع مهتم بيه بجوجل، جوجل او بلوجر. يبقى نكتب بقى مثلا ايه بلوجر، شرطة او اي حاجة بوست، يعني حاجة خاصة ببلوجر. فمجرد ما هو بيبحث في محرك البحث جوجل ويكتب مثلا ايه انشاء تدوينة، مثلا ايه انشاء مدونة، فبتظهر معاه الحاجات دي، بتبقى في الاقتراحات. فاهم؟ فبتوصلك مثلا ايه، احنا لما هنعمل تم كده، احنا كتبنا كده كتبنا مثلا تم، بتظهر فوق بقى اللي هي بيبقى عنوانها فوق كده بلوجر كده. وهنا دي حاجات، دي المنطقة ما نسيبها زي ما هي كده وكل حاجة. بعد كده زي ما انتم شايفين كده، كده المدونة التدوينة ناجحة 100%، وحفاظا على كل حاجة. هنا بقى الحفظ ديت، لو عايز مثلا انت مش عايز تنشر التدوينة دي النهاردة مثلا، تحفظها ومش هتنشرها النهاردة، تسيبها مثلا ايه براحتك زي ما انت عايز، تحفظها وبعد كده ايه تسيبها مثلا، تطلع من عادي من بلوجر واحد وتعيش حياتك. بعد كده لو عاوز تنشرها تضغط على نشر وكده. والاتش تي ال دي مثلا لو انت عايز تعمل اعلان، لو انت متعاقد مثلا مع موقع حاسوب اللي بيوضع الاعلانات، مثلا بتروح حازف ده كله كده، حازف واخد مثلا ايه الحروف اللي هو مديها لك، وتروح جاي عامل لها بيست هنا وبس. وبس كده، وتكون دي انتهت، ونعمل نشر وكده، ويكون المقال بتاعنا جاهز وينتشر على جوجل وعلى كل حاجة. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة او اشتراك. والمزيد من الفيديوهات هتجدوها في القناة تحت في مقاطع الفيديو.